ليه مش بنطلع ابننا معانا عشان الناس كلها تعرف ان ابننا احنا. يلا بينا نبدا الفيديو، جاهزين؟ واحنا كل ده ما بدأناش. يلا بينا. لا نخش في توزيعة عشان الكلام. انا بيضة. يا حبيبتي توزيعة الكلام شكلها حلو والنبي. النبي حلوه الرقبسه اللي فوق راسك دي. يا لهوي. تعالي بالكرسي عليه شويه بس. تعالى عليه بس. هنلزق في سيبنا بعض. معلش وما نلزق. حلو مجلنا قهوه دول. بصحتك. دي قهوه. طيب اكيد يلا باينه ان هي. يلا بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ وحشتونا والله العظيم. هستيريا ضحك انا من بقى قبل ما على نبدا. فكره اللكلوك بيزحلقني. طب لا اللكلوك واحنا على السجاده. والمصحف اللكلوك بيزحلقني. من قبل ما نبدا الفيديو يا جماعه في ضحك هستيري. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا. عايزه اقول كتير لكم ان كتير. الساعه 8 الصبح واحنا مبسوطين. بصوا حتى في حيويه كده. وانا بقول لها كده على طول، بقول لها اول ما نصحى نعمل الفيديو بدل بالليل والدنيا نايمه كلها واحنا اساسا نايمين. طيب ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا. اخباركم ايه؟ الناس اللي اول مره تشوفنا او اول مره تتفرج علينا واحنا ظهرنا ليهم بالصدفه. انا ايه. وانا اسماعيل. الفيديو ده بعد غياب طويل. هتعرفوا سبب الغياب في نهايه الفيديو، هنقول لكم. بس الفيديو ده احنا طالعين عشان نتعرف على بعض اكتر، والناس اللي ما تعرفناش عن قرب تعرفنا اكتر. احنا طالعين نشرب القهوه معاكم. مبدئيا كده الفيديو ده ردنا على اسئلتكم وافتراضات الناس عننا. يا ترى ايه الافتراضات اللي فرضوها علينا اول ما بدانا يوتيوب، وايه الاسئله الاكتر اسئله جات لنا؟ يعني اكتر اسئله جات لنا الفتره اللي احنا بدانا فيها يوتيوب. جاهزه؟ مش جاهز. محدش يعلق على الستاره اللي ورا دي. بص الستاره دي كان ليها مناسبه. لو عايزين تعرفوا مناسبتها الرقاصه هتطلع الفقره الجايه. لا لو عايزين تعرفوا مناسبتها كانت على الصفحه بتاعت ايه رأي فوزية على الفيسبوك، او على كمان هي ستاره قناتها. عيد ميلاد بس انا حبيت اسيبها كده على الحيطه لغايه ما تقع لوحدها. عملت بيها فلوج وروتين كبير على قناتها اي عبد الغفار. يلا بينا نبدا الفيديو. جاهزين؟ واحنا كل ده ما بدأناش. يلا بينا. لا نخش في الموضوع على طول. نخش في الموضوع على طول. الاسئله. يلا بينا. خليك تمسح. يلا بينا. طيب اكتر سؤال جالنا وهنبتدي بيه، والسؤال ده كان فيه قصه ورا قصه كبيره. هو احنا بنشتغل ايه؟ ابتدي بقى. انا ايه اخصائيه علاج طبيعي ودكتوره علاج طبيعي، وان شاء الله ساتطرق لموضوع التغذيه اللي بقى لي سنين بقول هعمله مش بعمله، بس انا مخلصه عامله له دبلومه يعني من زمان. وبس شغلي اللي بشتغل بيه هو العلاج الطبيعي. فالفتره الاخيره دي كنت بقى ايه هبدا ادخل موضوع النيوتريشن بقى معايا. بس النيوتريشن عشان نعرف اللي هو التغذيه اللي هو التخسيس بقى والسمنه والنحافه والكلام ده كله. تمام. عشان اخسسك وعشان كده. وانا اسماعيل بشتغل مونتير ومخرج وفي الميديا، يعني شغل الميديا بشكل عام. طيب فهمتك انا كده بسهوله. مونتير يا جماعه ان هو بيمنتج وبيبث وبيذيع والحاجات الحلوه دي. عشان اللي كده هو تتصل عليه استنى انا في هوا. طب حاسب تستحمل. طيب ماشي. طيب ليه بقى احنا بنقول لكم ده؟ عشان احنا اول ما ابتدينا لا عشان اول حاجه عشان في ناس لسه جديده بتدخل احنا مش عارفانا، احنا بالنسبه لها مبهمين دلوقتي مش يعني مين دول. وفي ناس في مواقف لطيفه ظريفه كده بتحصل لنا شويه شطه. كنت ساعات بتكلم عليها كده في فيديوهاتنا القديمه من سنتين مثلا. كنت ساعات بتطرق ليها كده في الفيديو تاني يوم، يعني ان ازاي وانا يعني مجبره يا ستي انتي عشان ان انا اكذب عليكم مثلا. مفيش مثلا صحابي، مفيش عيلتي، مفيش معانا في القناه مثلا وهيشوفوا ان انا بقوله ده صح ولا لا. صح. وفي قوم كبير قوم قرايبنا وعيلتنا واصحابنا. القوم دي قبيله بيتفرجوا علينا، فاكيد اللي بقوله مش صح. اكيد هيكتبوا لي في الكومنتات انتي او كده يعرفوا ان احنا بنخدعهم. انتي فشاره. هيقولوا لي انتي فشاره. ليه بقى بتقولي كده؟ عشان كان في حد يعني لا ده انت مش شغاله دكتوره. لا انا شفتك قبل شفتك في مستشفى وانتي ممرضه مش دكتوره. او بتدي حد حقنه. طب قلت لها طب يا ستي قولي لي اسم المستشفى ايه؟ يعني انا انت هتخافي مثلا مكسوفه تقولي اسم المستشفى؟ ما ردتش. فكنت كنت هبله كده في الاول وكنت برد بعد تاني يوم في الغريب ان نفس اليوزر يعني. كان بيقول لي بقى عليا كمان، بيقول عليا في الكومنتات، بيقول عليا باش كاتب. فانا اول ما الكومنت هو ده باش كاتب ده ايه؟ باش كاتب حد كاتب يعني بيكتب
ماشي. فباش كاتب اصلا عند الناس اللي هو الراجل بقى اللي بالبدله النص كم بتاعت زمان والنضاره الكبيره اللي دي بتشعبط في الاتوبيس وهو والمنديل ماسك البعد البطيخه، ماشي وماسك البطيخه والبطيخه تقوم بالظبط. مدشوشه منك في الارض. مع احترامي يعني لكل الوظائف فؤاد يعني المهندس في نفسه. بالظبط زي ما قالت آية، كل الناس حوالينا اصلا يعني ناس كتير قريبين لنا في ما فيش مجتمعنا مفر من واصحابنا الكذب يعني. عارفين احنا ليه هنحور وليه هنلف وندور وليه نقول. بعدين يا الموضوع مش ستي انت مستاهل. هو انت ماسكه علينا زله مثلا ان انا اطلع اقول حاجه تانية؟ ده بس توضيح عشان كان من فتره طويله حد كده فضل ايه يكتب لنا في الكومنتات كانه كاره جدا لينا يعني وكذا يوزر. فالحمد لله كله ايه على راي رضا الشربيني عملنا ايه بلوك 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 كده. بلوك. تمام ندخل على السؤال الثاني اللي بعده. يا جماعه ليه مش بنطلع ابننا معانا عشان الناس كلها تعرف ان ابننا احنا خافينه جوه؟ السؤال ده جالنا بشكل رهيب وسببه يا جماعه بصوا يا جماعه احنا مبدئيا احنا 3 يا جماعه احنا آية، راس مثلث. اسماعيل ايوه في فنتوره كده في المدرسه هي راس المثلث بتاعنا واحنا القاعده بتاعت المثلث. توتي بالظبط توتي. كده احنا 3. ابننا دي جت منين مش عارف. بص بقى هي تقريبا انا متوقع ان هو كان الفيديو كنا عملنا في يوم فيديو ريفيو مطعم وطلع مننا معانا مالك ابن صاحبنا هيسوم. ما هو مش كل اللي بيطلع معانا يا جماعه يبقى ابننا يعني. بس هو زي ابننا بالظبط ده حبيبنا ايوه يعني. بس اللي هو ايه بس هم معتبرين ان احنا السؤال جه بصيغه ان عندنا ابن واحنا إحنا مانعينه خايفين. من ان هو يظهر معانا وبنظهر فيه وبنفرق عشان بين الحسد الأطفال. بقى، عشان الحسد. الموضوع عشان مش الحسد. طبيعي يعني الموضوع مش كده. انا ما بحبش الولاد، انا بحب البنات بس، فعشان كده طلعت. بس فمبدئيا احنا 3 والطفل اللي كان معانا كان مالك وهيطلع حبيبي معانا طبعاً، تاني ان حبيبي. شاء الله. ان شاء الله يطلع معانا هو ومامته وباباه باذن الله ان شاء الله. برضه جالنا تحديات الاكل، انتوا ليه بطلتوا تعملوا تحديات الاكل؟ طب عايزين والله تحديات وحشتني أكل. تحديات الاكل، تصدق بقى. بصوا تحديات الاكل احنا كنا واخدينها واللي اتميزنا بيها والناس عرفتنا بيها اكتر ان هي كانت بتقدم الاكل نفسه، طريقه تقديمه وشكله والماتشنج اللي بين التقديم والاطباق والالوان اللي بنلبسها والحاجات دي كان مميز، عشان كده احنا تعرفنا بكده. وبعدين انا كنت بلاقي نفسي كده وانا بعمل الاكل يعني صحيح. انا دي حاجه انا بحبها، بحب صحيح. اجيب اطباق تقديم وبحب اجيب حاجات كتير طول الوقت في المطبخ من ساعه ما اتجوزت. فكنت تحديات الاكل دي انتوا شفتوا والقدام معانا كانوا بيشوفوا كان شكل الاكل عامل ازاي. كنت بخترع بمعنى كلمه بخترع فعلا. صحيح. ففعلا انا حاسه ان انا وحشني الجو ده والله العظيم، وهفاجئك في يوم إن واعمله شاء الله. تاني. بس مش والله تحديات اكل كويس اللي كنا بنعملها دي مش يعني شرط الموضوع قويه، لا مش شرط قوي، بس انا عايزه لان في ناس كتير قوي بتبعت لي بتقول لي نفسنا نشوف اكلك تاني والتقديمات تانية طب اعملي وانا وشكل واتخن تاني وهكذا. وبقلص تاني. انا الفتره دي تخنت بشكل مش طبيعي. ما هو انت هتاكل الاكله دي وانت ومش مش هسد بقك ببلاستر باقي اليوم. طيب ماشي ندخل على السؤال اللي بعده. احنا ليه بنغيب كتير على اليوتيوب؟ ده اكتر سؤال. احنا نفسنا يلا ابدا بقى لزق اللي فيك فيا. انا لسه اتكلم. بص هي لزق اللي فيك فيا بتبدا علشان قبل ما اقول. بص يا جماعه كل البنات كلهم والاستاذ كلهم عندهم مود مش طبيعي. لو مودهم مش تمام ومودهم ممكن يبقى ساعه فوق وساعه تحت، حبه فوق حبه تحت زي ما بيقولوا. حش يا برج الجوزاء. ماشي برج يا لا يا لا الصبح يقول لك بالليل يقول لك بس لا والله لا والله. بس بخصوص الشغل وكده انا حابب ان احنا نظهر. بص عندها حمل كبير برضو من ناحيه المذاكره مع توتي والتركيز معاها للامانه يعني عشان اكون صريح معاها. والشغل ده انا العماره ده انا بقيت مفضوحه بيقول انت وده بيخليها وده بيخليها نيرف وعصبيه بشكل ابن لذينه. وانا اساسا عصبيه هي اصلا يعني انا طبيعتي عصبيه. فانا لما بتحط في موقف يعني بتعصب غصب عني يا جماعه. يعني ادوني مهدئات، نيموني مش هفتح بقي. ودي كانت اسباب بنسبه كبيره منعنا من ان احنا نظهر او نستمر بشكل كبير. المهم برضو عايزين نقوله ان احنا كمان عايزين نظهر لكم الجانب الايجابي والجانب الكويس اللي يغير بيتكم للافضل. مش عايزين اللي هو احنا زعلانين نطلع فيبقى شكلنا رخم. مش حابين كده، مش حابين دايما نصدر لكم طاقه ايجابيه مش طاقه سلبيه. ايوه تمام. طيب اخر سؤال بقى في الفيديو عشان ما يطولش عليكم، احنا الفتره الجايه هنعمل ايه وايه المحتوى اللي هنقدمه؟ انا عايزه اعرف معاهم. عايز تعرفي معاهم؟ ماشي. انا اقترحت عليا من فتره ان احنا نبتدي نقدم لكم محتوى عائلي، محتوى فيديوهات عائليه خاصه بينا احنا الثلاثه، وده اللي انتوا حبيتونا وارتحتوا لنا من خلاله.
وهو اننا نقدم لكم حاجات، نعرض لكم حاجات من حياتنا. طيب مهم جدا يا جماعه بجد والله العظيم، يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله. مهم جدا نشكر الناس اللي فضل الفتره الطويله اللي احنا واقفين فيها حرفيا ما بننزلش فيديوهات، هم على تواصل معنا على الانستجرام او الفيسبوك او بشكل قريب جدا شخصي. وحابه اشكر والله الناس اللي بتكتب لنا كومنتات وتبعت لنا على صراحة انتوا والله كتر خيركم ان انتوا في عينينا مستحمليننا وعلى كلنا راسنا اصلا. والله العظيم، وجودكم يعني نعمه، احسن اخوات واصحاب وما واصدقاء تنسوش يعني. تروحوا لي القناه بتاعتي، ايوه قناه ايه عبد الغفار، وصفحتي قناة على الفيسبوك لايف وزاي، فعالة بيتي عليها جدا التاني. وفعالة عليها والله. جدا بصراحه يعني. انا بقالي اكتف اسبوع اكتف عليها بشكل شغاله مش طبيعي. على ودنه. وعلى قناه اليوتيوب صح عمال تنزل روتينات وحاجات لطيفه ان شاء الله. وقولوا لنا صحيح، قولوا لنا مواعيد نزول الفيديو، يعني اكتبوا اللي لنا في يناسبكم الكومنتات. عشان قولوا لنا المدارس كمان. اللي اكتر وقت يناسبكم وقاعدين فاضيين فيه اكتبوا لنا في الكومنتات، وهناخد اكتر يعني رينج أكتر تايم وقت، كده اللي هو بالظبط. ايه مناسب ليكم، عشان عارفين المدارس وضغوط المدارس والحاجات دي. وان شاء الله نشوفكم بألف خير الفيديو الجاي. بنحبكم جدا. سلام.